شايفه كده ان هم اتاثروا بشخص معين في الطاقه السلبيه؟ لا، ما فيش شخص معين، ولكن انا بلوم المخرجين اللي بيوافقوا على ده. يعني حتى لو المؤلف كتب لهم حاجه كده، انا كمخرج وبحب مصر وعايزه اقدم لها حاجه صح، اغير الحاجات الغلط. اخر حاجه، شايفه برامج المقالب من ايام حسين امام لحد دلوقتي رامز جلال، شايفه بتتابعيه ولا لا؟ ورايك في المقالب عموما؟ مع الاسف انا ما تابعتوش خالص، لكن اهو لون بيعجب الناس من غير ما يأذي. يعني لو ما كانش بيأذي يبقى اهو لون بيعجب الناس. بياخد من رصيد الفنان شويه ظهوره في مجربه المقالب. طبعا طبعا. انا يعني ما وافقش على حاجه زي كده. استاذ الفنان الراحل نور الشريف العظيم، نور الشريف حضرتك ليكي تجارب معاه. فنان عظيم طبعا، كبيره جدا. عظيم. عمرنا ما ننسى كلمه طبعا. العلم يا اولاد، العلم. العلم بيخلي الفنان يحافظ على الماده اللي بيقدمها للجمهور. ما دام متعلم وبيقرا وفاهم الدنيا، مش هيقبل ابدا يقدم حاجه غلط للمتفرجين. انا لا يمكن بقبل اعمل لما بيجي لي دور والاقي فيه انها ست بتقول الفاظ وحشه، بتتخانق مع جيرانها، عامله مشاكل، او لا مش انا ما اعملش ده ولا اوري الناس حاجه زي كده. اخر سؤال، فلازم الفنان يختار الحاجه اللي هو يقدمها.